بزاف منا كيسمعوا مصطلح اتفاقية أكادير اللي كيتعد المغرب أحد الأطراف المؤسسة لها، ولكن قليل اللي كيعرفوا معنى هذه الاتفاقية وشنو الإيجابيات اللي كتعود على المغرب منذ الانضمام إليها. لكن قبل ما نبداو، اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات باش ديما يوصلكم الجديد نتوما الأولين ونحققوا هدف 100 ألف مشترك. المغربية بلوس، وضعك في الصورة غايتنا. مرحبا بكم في قناة المغربية بلوس وبرنامج مجهر الأخبار اللي غيحاول في حلقة اليوم يشرح لكم أكثر حول هذه الاتفاقية المهمة. اتفاقية أكادير هي اتفاقية تجارية كتهدف لإقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بين 4 ديال الدول العربية، وهي المغرب وتونس ومصر والأردن. وهادشي كيتعتبر ترجمة لإعلان أكادير في 8 ماي 2001، واللي عبرت فيه الدول الأربعة على الرغبة ديالها في إنشاء منطقة تبادل حر كتضم الدول العربية المتوسطية، وذلك انطلاقا من روابط الأخوة العربية اللي كتربط بين شعوب هذه البلدان والعلاقات القوية القائمة بينها، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة تبادل الحر الأورو متوسطية. وفي هذا الإطار دخلت اتفاقية أكادير للتبادل التجاري حيز التنفيذ في عام 2006 من بعد مصادقة الدول الأربعة عليها، وفي 27 مارس 2007 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي من بعد إعلام المنافذ الجمركية في البلدان الأربعة. هذه الاتفاقية انضمت لها في وقت لاحق كل من دولتي فلسطين ولبنان، وهذا الشيء من بعد ما وزراء التجارة في الدول الأعضاء الأربعة وافقوا على الانضمام ديالهم، وكان ذلك في 4 أبريل 2016. وبحسب نص الاتفاقية ديال أكادير، فآليات تطبيق هذه الاتفاقية كتجلى أساسا في الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة لإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء من دون نسيان تجارة الخدمات. وبالرغم من كل هذه الإجراءات والتوافقات وأهمية هذه الاتفاقية اللي كتربط بحجم التجارة ما بين الدول الأعضاء، إلا أن اتفاقية أكادير واجهت بزاف ديال المشاكل في التطبيق من بعد سنوات من دخولها لحيز التنفيذ، ومن بينها الخلاف اللي طفى على السطح في الفترة الأخيرة ما بين المغرب وجمهورية مصر العربية، بحيث اتهم وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العالمي أثناء الحديث ديالو قدام لجنة القطاعات الإنتاجية بمناسبة مناقشة مخطط تسريع التنمية الصناعية في 23 يونيو الماضي، اتهم السلطات المصرية بعرقلة دخول الصادرات المغربية في مقابل تصدير منتوجات صينية للمملكة على أنها مصرية، وقال باللي المنتوجات المغربية كتبقى في الانتظار لمدة تصل ل 3 أشهر، فيما المنتوجات المصرية المصدرة للمغرب كتدخل في نفس اليوم. نناقشوا ونتفقوا ان داكشي اللي درتو ليا نديرو لكم. علاش المواد المغربيه ملي كتوصلوا عندكم كديروا لها 3 شهور باش تدخل، وبغيتي ندخل لك انا داكشي ديالك في نهار؟ زعما انا ما كنفهمش. وتذرعت السلطات المصرية أن هذه السيارات مصنوعة في مناطق حرة، ولكن الحقيقة بحسب السلطات المغربية هو أن المغرب ما بقاش كيتوفر على مناطق حرة، وإنما مناطق تسريع صناعي اللي كيتفرض فيها على الشركات الضرائب. بالإضافة إلى أن اتفاقية أكادير ما كتمنعش استيراد منتوجات القادمة من المناطق الحرة. وأعلن الوزير المغربي مولاي حفيظ العالمي بكل حزم أن المغرب غادي يبدا يتعامل بالمثل في حالة ما تمش حل المشكل، خصوصا أن هذه الأزمة كبدت المغرب خسائر بقيمة 6 مليار ديال الدرهم. ولحسن الحظ وبسبب العلاقات القوية بين المغرب ومصر نجحوا البلدين في تجاوز هذه الأزمة التجارية، بحيث قام البلدين بإحداث لجنة مشتركة باش يتم حل المشكل التجاري بينهم. وجاء هذا الاتفاق على إثر جلسة مباحثات موسعة ما بين مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة المغربي وواني فين جامع وزير التجارة والصناعة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. تناولت كذلك مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهذا الشيء سمح بولوج السيارات المغربية المصنعة في طنجة من دخول السوق المصرية من دون مشاكل، علما أن السيارات المغربية كتشكل 64% من السلع المغربية المصدرة لدولة مصر. الخلاف التجاري بين المغرب ومصر في ظل اتفاقية أكادير ماشي هو الوحيد، إذ أنه سبق الخلاف التجاري ما بين المغرب وتونس في موضوع صادرات الورق والكراسات الدراسية التونسية اللي كيتم تصديرها للمغرب،
بحيث اعتبرت السلطات المغربية أن السوق المحلية كيتم الإغراق ديالها منذ ماي 2017 بواردات الكراس والورق التونسي، وهو الشيء اللي أثر سلبيا على صناعة الكتب الوطنية المغربية وأدى لتدهور عام للمؤشرات الاقتصادية بين 2013 و 2017. ولهذا السبب قرر المغرب فرض ضرائب جديدة بين 15.69% و 27.71% على المصدرين التونسيين سارية لمدة 5 سنوات. وبالرغم من التظلمات اللي رفعوها مصنعي الورق والدفاتر أي الكراسات التونسيين لدى منظمات التجارة العالمية منذ عام 2018 ومرورا بعام 2019، إلا أن هذه الدعوات تم رفضها وتم الإحالة ديالها على المجلس تسوية المنازعات التجارية التابع للمنظمة، واللي قال في الرأي ديالو أن الرسوم الجمركية اللي فرضها المغرب على واردات الورق التونسية ما كتماشاش مع بعض مواد اتفاقية مكافحة الإغراق الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، ولكنها في نفس الوقت رفضت طلب تونس إجبار المغرب على تغيير القوانين الجديدة لأن المنظمة ما عندهاش سلطة إجبار الدول. وفي الوقت اللي الجميع كيأكد على أهمية اتفاقية أكادير لتطوير التجارة بين الدول الأعضاء، إلا أن الكثير من المتابعين كيشوفوا بلي هذه الاتفاقية كتحتاج للتطوير من أجل مواكبة التغييرات اللي حصلت في السنوات الأخيرة. وانت كيفاش كتشوف الانعكاس اتفاقية أكادير على الاقتصاد المغربي؟ واش أصبح من الضروري تعديل هذه الاتفاقية لمراعاة أكبر لمصالح المغرب الاقتصادية، خصوصا مع التطور الاقتصادي والصناعي الكبير اللي حققته المملكة في 20 سنة الأخيرة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات باش ديما يوصلكم الجديد نتوما الأولين ونحققوا هدف 100,000 مشترك. كان معكم ياسين البخصيمي في التعليق الصوتي، في سكريبت الحلقة أنس العكرودي، والمونتاج سمير جمال.